مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده عشان اجاوب على سؤال حل لاصفرار الفضه او ازاي المع الفضه لما بتصفر. وانا النهارده جايب لكم احدث نوع او احدث حاجه عشان تلمعوا بيها الفضه، ان شاء الله تعجبكم وهتبقى فعاله جدا. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه اجيبها العلبه دي اللي بقول لكم عليها، اسمها ميرور تقريبا ب 35 40 جنيه. وده شكلها عامه. دي بتلمع الفضه، اللي هي اللي بتصفر الميداليات عامه، واللي هي عيار 800 مش 925. الفضه المصري مش الايطالي. الايطالي هم بيبقوا مطلين بلاتين، فممكن دي تاثر على البلاتين، فبلاش على الايطالي. دي الفضه المصري عامه، تمام، اللي هي زي الميداليات دي. اما الفضه الايطالي انا شرحتها في فيديو تاني قبل كده، تمام. شرحت ازاي تلمع الفضه الايطالي في فيديو تاني. المهم يعني انا جبت معايا فوطه وكيس عشان البسه يعني عامه، وجبت شويه ميداليات منهم ميداليات صفرا، تمام. اوكي. اول حاجه انا بجيب الفوطه دي عادي خالص، واخد نقطه صغيرة خالص من العلبة، نقطة صغيرة خالص كده او نقطتين كتير قوي كده في الازازة. المهم نبتدي مثلا نلمع الميدالية دي. طبعا واضحة عندكم انها صفرة، بس الكاميرا طبعا مش موضحاها 100%، بس انا عندي صفرة قوي قوي. هنبتدي نلمع ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيط خالص كده بالفوطة. هتشوفوا دلوقتي شكلها عامل ازاي. في طريقة تانية عامة للتلميع غير دي، طريقة التلميع بالموتور. بالموتور ده، بس طبعا مفيش اي حد عنده موتور. المواتير دي بتبقى في المحلات عامة او الورش. اما الطريقة دي انا بقولها لكم، دي طريقة في البيت. ممكن تجيب الازازة دي اللي ب 35 ولا ب 40 جنيه دي، تجيبها وتلمع بيها الميداليات كلها اللي عندك اللي بتصفر، او الخواتم التركي، او الخواتم المصري اللي هو عامة مش مطلين بلاتين. المطلين بلاتين دول ايطالي. الايطالي دول ممكن يأثر شوية، تمام. عامة يعني انا عملت بالفوطة شوية كده على الميدالية. بصوا دلوقتي هنشوف دلوقتي الميدالية بقت شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما عملتهاش كلها، بس انا عملت حاجة بسيطة كده. الميدالية الله اكبر عليها بتلمع يا جماعة. انتوا شايفينها بقت عاملة ازاي؟ يعني لو حطيناها جنب اي ميدالية تانية هتلاقيها واضحة قوي. انا ما لمعتش الجزء اللي فوق ده، لا انا لمعت بس الجزء اللي تحت ده. يعني لو حطيناها جنب اي ميدالية هي واضحة ان هي الميدالية تقريبا الوحيدة اللي بتلمع فيهم قوي. عندي هنا انا في الكاميرا مش واضحة قوي، بس هنا واضحة جدا عندي، بتلمع اوفر. طب تعالى نجرب نلمع ميدالية تانية عشان برضو يعني دي انتوا شايفين لونها عامل ازاي. هنشوف لما تلمع. بص في الظهر برضو مصفرة، باين اول الاصفرار في الظهر. في الظهر هلمع لكم الظهر عشان في الظهر هيبان قوي، تمام. انا هاخد نفس الحتة دي نلمع بيها. ركزوا في حتة الظهر دي عشان الظهر دي هي اكتر جزء بيبان، تقريبا بتخليها كالمراية زي المراية. انا لمعت حتة الظهر دي. بص دلوقتي بقى شكلها عامل ازاي. ظهر اللفة دي واضحة قوي. بعد ما كانت صفرة بقت بتلمع. بص دي الفرق باين جدا يا جماعة. الفرق باين يعني ده في اصفرار وده بيلمع. نفس الكلام هنا برضو، لو لمعت هنا هتلاقي الفرق باين جدا. فعامة ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم النهارده، ان العلبة دي اسمها ميرور. العلبة دي بتتجاب من اي هايبر مثلا، ممكن سامي سلام او اي حاجة تسأل عليها. اي هايبر عامة كبير ممكن تلاقي فيه العلبة دي. تسأل عليها و35 جنيه او 40 جنيه، وتجرب تلمع بيه الميداليات، هتلاقيها بتلمع بطريقة رهيبة، تمام. الطريقة التانية قلت لكم عليها اللي هي تلميع موتور، بس تلميع موتور دي بتبقى عندنا في الورشة، بتلمع برضه ظريف جدا، بتديها لمعة حلوة جدا. بس موتور ممكن يصنفر سنة منها، يخف مثلا 2 مللي 3 مللي 5 مللي، حاجات بسيطة. لكن العلبة دي يا دوب احنا بنلمعها تلميعة بسيطة كده، فمش بتخس اي حاجة ولا بتخف اي حاجة. ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم عن العلبة دي،
تمام. ودي تكون نهايه حلقتي، ورب اكون افدتكم. ولو حد عنده اي سؤال او اي حاجه يكتب لي في كومنت، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.